أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة وحكايات في الكورة. النهاردة كان في كلام كتير عن أحداث كتير، وحكايتنا الأولى هتكون مع محمود عبد المنعم كهربا. كلام كتير اتقال في السوشيال ميديا، وكلام كتير اتقال في اتحاد الكورة، وطلع اتحاد الكورة أصدر بيان أو قال إن في خطاب جه من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن عقوبة محمود عبد المنعم كهربا، وإنه بيتقال ان محمود عبد المنعم كهربا مش هيقدر يلعب مع الاهلي بعد نهايه فتره الايقاف اللي هتنتهي يوم 11 يناير. اقاويل واشاعات وكلام كتير، احنا لسه مش عارفين الحقيقه فين. كل واحد بيطلع بتصريح، وكل واحد بيطلع يتكلم عن عقوبه محمود عبد المنعم كهربا. وجماهير النادي الاهلي بتؤكد ان محمود كهربا هيلعب في نادي الاهلي مع بدايه السنه الجديده بعد فتره الايقاف اللي هتنتهي في يوم 11 يناير. لكن علامه استفهام على ما قد اثير اليوم من ان الاتحاد الدولي ارسل بالفعل خطاب لاتحاد الكوره لسبب بسيط جدا، هو ان الاتحاد الدولي من يوم 20 يناير 20 ديسمبر اجازات او في اجازه بمناسبه الكريسماس وراس السنه، اعياد الكريسماس وراس السنه. الاتحاد الدولي لكره القدم اجازه فتره من يوم 20 الى يوم 7 يناير. طب الاتحاد الدولي بعت ازاي خطاب وهو مش موجود، او مفيش دوام او عمل في الفتره الحاليه؟ فاتبعت الخطاب، ولا ده كان خطاب قديم ما قبل يوم 20 يناير اتبعت لاستفسارات بيقدمها كهرباء او بيسال كهرباء الاتحاد الدولي او محامي كهرباء على فكره جماعه بالمناسبه عنده اكتر من محامين داخل مصر بيتابعوا القضيه مع الاتحاد الدولي، ومحامي دولي اوروبي هو برضو بيتابع القضيه في الاتحاد الدولي، وبيبعت استفسارات عن فتره كهرباء اللي هيرجع فيها يلعب في شهر يناير بعد انتهاء فتره الايقاف. وكان بيطالب كهرباء او محامي كهرباء بيطالب الاتحاد الدولي انه يقسط الغرامه، والكلام كان بيتقال ان كهرباء هيدفع 2 مليون دولار العقوبه او الغرامه اللي وقعتها المحكمه الرياضيه الدوليه على كهرباء النادي البرتغالي، تقريبا الفيش البرتغالي. انا بقول وقلت قبل بدايه الموسم ان كهرباء او القرار الصادر من المحكمه الرياضيه الدوليه والاتحاد الدولي بعد كده ان العقوبه مناصفه ما بين كهرباء والنادي البرتغالي، بمعنى ان العقوبه لو هي 2 مليون دولار هيدفع محمود عبد المنعم كهرباء 100 مليون، هيدفع مليون دولار او مليون طبعا و100 الف دولار مصحوبه بكمان الفوائد. يعني في فوائد من عدم سداد العقوبه او عدم سداد المبالغ او المبلغ اللي على كهرباء من فتره اصدار القرار الاتحاد الدولي الى فتره سداد الغرامه. في فوائد بتتراكم على محمود كهرباء من الغرامه اللي هي مليون دولار او مليون وكسور بسيطه جدا من الدولارات. تطلع ناس تتكلم وتقول ان عقوبه كهرباء او ان محمود عبد المنعم كهرباء هيدفع 2 مليون دولار زائد الفوائد المتبعه من المبلغ من وقت اصدار القرار الى سداد الغرامه. لا يا جماعه، محمود عبد المنعم كهرباء هيدفع بس مليون دولار زائد الفوائد من فتره العقوبه او اصدار العقوبه الى الوقت اللي هيدفع فيه الغرامه. هيدفعها امتى؟ مش عارفين. هيدفعها مثلا في يناير، هيدفعها قبل انتهاء العقوبه. هل محمود عبد المنعم كهرباء هيقدر بعد انتهاء العقوبه بدون ما يدفع الغرامه يقدر يرجع يلعب للنادي الاهلي، ولا رجوع لاعب محمود عبد المنعم كهرباء مع النادي الاهلي في الدوري الممتاز ويلعب في كاس العالم للانديه في شهر فبراير مربوط بسداد الغرامه؟ الخطابات اللي جت للاتحاد المصري من الاتحاد الدولي النهارده بتقول انه ما فيش ايقافات اخرى 6 شهور، هي اقصى عقوبه الكهرباء 6 شهور. يعني كده ما فيش بعد عقوبه كهرباء ما تنتهي يوم 11 يناير ما فيش عقوبه تانية لمحمود عبد المنعم كهرباء هتيجي زياده عن ال6 شهور. فكده ممكن طبعا بيتحرك من ناحيه تانية نادي الزمالك مع محاميه
على انه يقدم شكوى ان محمود عبد المنعم كهربا ما دفعش الغرامه الموقعه عليه، فبالتالي هتبقى قضيه جديده لعدم او تخاذل كهربا في سداد الغرامه، وبالتالي الاتحاد الدولي هيبت في الامر وممكن الموضوع يطول او يطول. لكن ده مش هيمنع تقريبا كهربا من انه بعد انتهاء العقوبه انه يرجع يلعب تاني مع النادي الاهلي في مباريات الدوري الممتاز او دوري ابطال افريقيا اذا كان الاهلي مسجله افريقيا، او كاس العالم للانديه اللي هتقام في المغرب يوم 1 فبراير. يعني كهربا احتمال انه يرجع يلعب بعد انتهاء العقوبه كبير جدا جدا، لكن في تحركات في اتحاد الكره بتتعمل عشان محمود عبد المنعم كهربا يفضل موقوف وما يلعبش مباريات مع النادي الاهلي بعد انتهاء العقوبه، لان محمود عبد المنعم كهربا مقدم طلب للاتحاد الدولي انه يقسط المبلغ المالي اللي عليه. المبلغ المالي اللي عليه الثاني هنعيد ونقول ان هو حوالي مليون وكسور دولار مع الفوائد. النادي البرتغالي بيتحمل نص الغرامه. هل النادي البرتغالي افلس او غير افلس موجود؟ هذا الامر لا يعني كهربا في شيء، لكن القرار واضح وصريح ان العقوبه مناصفه بين كهربا وبين النادي البرتغالي. فهل محمود عبد المنعم كهربا هيقدر يلعب مع النادي الاهلي ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه وده اللي احنا هنستنى نشوفه. لكن في تحركات زي ما بقول لكم في اتحاد الكره المصري من بعض مسؤولين في اتحاد الكره ان الموضوع يفضل ايقاف حتى بعد انتهاء الايقاف، ايقاف محمود عبد المنعم كهربا من المحكمه الرياضيه الدوليه والاتحاد او من الاتحاد الدولي. كمان المباريات اللي هتكون بعد فتره الايقاف اللي هي يوم 11 يناير، مش عارفين هل الاتحاد المصري هيمتثل ويبدا كهربا يلعب، ولا هيتفصل قرار لعدم لعب محمود عبد المنعم كهربا مع النادي الاهلي لحين اشعار اخر. لو كان محمود كهربا من حقه ان يلعب، يجب على اللاعب وعلى النادي الاهلي ارسال خطاب قبل انتهاء فتره العقوبه للاتحاد الدولي يستفسر منه بانه هل بالامكان او بامكان محمود كهربا انه يلعب بعد نهايه العقوبه، ولا هيكون في امر تاني ما بين الاتحاد الدولي واتحاد الكره ويظل كهربا موقوف. ده اللي احنا هنستنى نشوفه ان شاء الله. كل الاقاويل والاكاذيب والحديث اللي ممكن تتقال من البعض عن ان كهربا هيدفع 2 مليون وشويه، لا ده كهربا هيجددوا له الايقاف 6 شهور. مفيش نص بيقول ان كهربا ممكن تزيد له العقوبه كمان 6 شهور. لا، كهربا عقوبته هتكون دي اقصى عقوبه ايقاف لعدم سداد المبلغ، هتكون 6 شهور اللي هي بيطبقها كهربا في الوقت الحالي. لكن ان كهربا هيرجع يلعب، لا مش هيرجع يلعب. احنا هنستنى نشوف الاحداث والكلام، مش هنكتر ونقول ونالف كلام نقول لا كهربا هيرجع، لا كهربا هيلعب. احنا شايفين ان كهربا لو باللوائح والقوانين الاتحاد الدولي كهربا يرجع يلعب يوم 11 او بعد انتهاء العقوبه 11 يناير يرجع يلعب مع النادي الاهلي، لان نادي الزمالك مقدم شكاوي للاتحاد الدولي بيقول فيها ان محمود عبد المنعم كهربا ما سددش المبالغ اللي عليه وما امتثلش لسداد، فكان الزمالك بيطالب بانه يمد العقوبه. ده مش موجود نصا في اللوائح انها العقوبه تتضاعف 6 شهور او سنه كمان. كهربا مقدم الطلب وانا اعتقد ان ممكن الاتحاد الدولي لو كهربا عايز يسدد الفلوس على دفعات او على اقساط، ممكن الاتحاد الدولي يفتح الامر لكهربا انه يرجع يلعب ويسدد كهربا الفلوس ممكن على مدار السنه لنادي الزمالك. هنستنى نشوف ان شاء الله ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتبع من اجراءات بخصوص محمود عبد المنعم كهربا. ريال مدريد يفاوض كريستيانو رونالدو عن طريق وكيله خورخي مندر لمده العرض لمده 6 شهور، وكمان في امكانيه انه النادي ريال مدريد هيشوف انه في خلال ال6 شهور من يناير لنهايه الموسم مستوى كريستيانو يؤهله ان ممكن نادي ريال مدريد يمدد لكريستيانو بعام اخر، او ان كريستيانو رونالدو هيفكر انه يروح يلعب في النصر السعودي بالعرض المالي الكبير المقدم من النادي السعودي. فهل كريستيانو رونالدو هيرجع تاني لمكانه وبيته في ريال مدريد ويبطل او يختم مشواره العظيم الكبير اللي قدمه في كرة القدم مع نادي ريال مدريد، ومن قبله مع عدة أندية أوروبية كبيرة زي مانشستر يونايتد في البداية واليوفنتوس
وعدد من الانديه الكبيره في اوروبا. هنشوف ده ان شاء الله باذن الله، وكل الاخبار والاحداث هنشوفها وهنتكلم فيها باذن الله في وقت قريب، بعد ما نشوف كريستيانو رونالدو هيرسى او هترسى بيه المركب على فين بالظبط، ريال مدريد ولا الدوري السعودي، او هيكون له راي تاني ان شاء الله. ميدو هيدرب الدراويش، دي مش اول مره كابتن احمد حسام ميدو درب نادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي بيمر بظروف صعبه جدا الموسم ده في الدوري الممتاز. نادي الاسماعيلي تقريبا بيتزيل او رقم 3 من تحت في الدوري، بقاله نادي الاسماعيلي 3 سنين بيصارع على الهبوط، او بيصارع من اجل عدم الهبوط الى دوري الدرجه الثانيه او دوري الدرجه الاولى ب. الاسماعيلي كل سنه بيجد هدايا مع نهايه كل موسم من اتحاد الكوره او من لجنه الحكام عشان خاطر يفضل موجود في الدوري. بس هل احمد حسام ميدو عنده القدره والكفاءه والخبره من انه ينتشل الاسماعيلي من عمق او من اعماق الدوري او من مستنقع الدوري من تحت يطلع بيه لمراكز متقدمه ويفضل الاسماعيلي موجود؟ الاسماعيلي محتاج معجزه كبيره، لان الاسماعيلي فيه تخبطات وفي صراعات داخل نادي الاسماعيلي، والمدير الفني الاسباني خوان كارلوس جاريدو ما خدش الفرصه كامله انه يقدر يصنع من الاسماعيلي فريق مش هقول انه ينافس على الدوري، لكنه يوصل لمنطقه الامان في مركز متقدم، خامس سادس سابع ثامن. لكن الاسماعيلي بيمر بظروف صعبه. احمد حسام ميدو ممكن الظروف تساعده انه يعمل ويقدم عروض حلوه مع الاسماعيلي، وممكن يخفق زي اللي قبله، وفي فتره قريبه ممكن اسابيع او 5-6 ماتشات ونلاقي الاداء والمستوى نادي الاسماعيلي غير مبشر، ويقوم رئيس مجلس اداره نادي الاسماعيلي باقاله احمد حسام ميدو، تعيين سعفان الصغير، تعيين احمد العجوز، تعيين حمزه الجمل. مش عارفين الاسماعيلي هيروح على فين بعد كل ده. كمان هنشوف كمان او هنقول لكم كمان عن مباريات في الختام. هنتكلم عن المباريات اللي اتلعبت النهارده او اتلعبت امس. تشيلسي يفوز على بورنموث 2-0، ومانشستر يونايتد يفوز على توتنغهام فورست 3-0 في الدوري الانجليزي. في الدوري المصري بيراميدز يتفوق على الاتحاد السكندري ب3 أهداف مقابل لا شيء في بدايه الاسبوع العاشر من الدوري الممتاز المصري. اسامه جلال احرز الهدف الاول لبيراميدز في الدقيقه 48 بلس 3 دقائق بلس 45، وفكري لكاي في الدقيقه 58، ومحمد صالح احرز هدف ثالث لصالح بيراميدز. لكن محمد صالح ده لاعب في نادي الاتحاد احرزه في مرمى. في الدوري المغربي تعادل الرجاء الرياضي مع المغرب الفاسي بدون اهداف، ونهضة بركان يفوز على اتحاد طنجة 2-1. مباريات الغد ان شاء الله في الدوري الممتاز هيلعب الاهلي مع سيراميكا، وفي الدوري الانجليزي ليدز يونايتد هيلعب مع مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي هيقابل ستراسبورج ايوه في الدوري الفرنسي. ان شاء الله بكره الاهلي مع مباراه مع نادي سيراميكا كليوباترا، لا بديل عن الفوز في اللقاء. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يحقق الانتصار ويفوز بالمباراه، لان النادي الاهلي بيمر بظروف. ان شاء الله النادي الاهلي في لقائه باذن الله مع السيراميكا يحقق الانتصار، لان في مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي من التعادلات اللي حصلت في اخر 3 ماتشات. الاهلي كسب تعادل ماتشين وكسب مباراه في النص، فالاهلي بينافس على بطوله الدوري، ومش عايزين النادي الاهلي يخسر نقط كتيره او جديده في مشواره اللي لسه بادي ب10 لقاءات او 9 لقاءات. مباراته بكره في الاسبوع العاشر من الدوري الممتاز. النادي الاهلي انا بحذر تحذير جديد من العنصر التحكيمي اللي بيلعب دور كبير جدا جدا ضد النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، من عدم احتساب الفاولات او الاهداف لصالح الفريق في اللقاءات اللي بيلعبها النادي الاهلي. في علامات استفهام عن التحكيم، وانا قلت الكلام ده من بدايه الموسم وما قبل بدايه الموسم ان التحكيم هيلعب دور. لو الاهلي ما قدرش يفوز بالدوري السنه دي، التحكيم هيلعب دور كبير لخساره النادي الاهلي بطوله الدوري للعام الثالث على التوالي.
كانت دي حكاياتنا النهارده مع حكايات في الكوره. تابعونا ان شاء الله كل يوم اخبار جديده واحداث جديده مع حكايات في الكوره. محمد الانصاري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.